اهلا 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 بيكم. مش هتصدقوا جبتلكوا ادوات منزليه غريبه على الاخر النهارده. مين فيكم زيي بيفضل يقلب كده في الفيديوهات بتاعت الحاجات الصينيه دي وحاجات المنزل الغريبه بتاعت الصينيين ويفضل يتفرج عليها بالساعات؟ اللي زيي يقول لي تحت في كومنت علشان انا حاسه ان انا عيانه ومحتاجه اتعالج. تعالوا اقول لكم بقى انا من الفيديوهات دي وصلت لايه وتوصلت الحاجات عامله ازاي. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هو الشيء الغريب ده، انا قلبه لكم هو ده. ده عبارة عن ديسبنسر أو حاجة بتبقى بديلة للحنفية. وانا هنا قطعت الكلام بتاعي علشان اوريكم الاعلان اللي عجبني وخلاني اشتري المنتج ده. اصلا في الاصل كان بيطلع لي كتير جدا جدا على الانستجرام وعلى التيك توك، عشان كده انا رحت اشتريته بصراحة. فده الاعلان اللي خلاني في الاول خالص ان انا اعجب بالمنتج واشتريه، وفي الاخر هنجربه ونشوف هو زي الاعلان ولا لا. بس يعني هو ده الاعلان، حبيت اشارككم معايا اللحظة عشان تبقوا متخيلين معايا الموضوع واحنا بنشتغل يعني وبنفتح المنتج. انا جبته من محل في مصر اسمه التوربيني، طبعا بيوصل في كل حتة. ما انصحكوش قوي بالويب سايت بتاعه، بس انا جربت من عنده الحاجة دي. وموجود هو على كل الحاجات زي امازون وتيمو، وموجود كمان على علي اكسبريس في كل الاماكن دي. يعني هتلاقوه اونلاين منتشر جدا جدا. اللي عايز اللينك بتاعه يكتب لي تحت في كومنت وانا احط له اللينك. بيجي كده اهو. بيجي كده العلبة كده فيها هنا اليو اس بي وفيها الستاند ده والقاعدة بتاعته دي. تعالوا كده نركبه مع بعض. وكمان بيجي معاه خرطوم زي ده. المفروض ان دي بتتركب كده. اوكي، ليها هنا كده لوك بتتحط وبتقفل علشان توصل عند اللوك ده. واحلى حاجة فيها ان انتوا بتتحكموا في كمية المية. يعني مكتوب هنا عندنا 100 ملي 200 ملي لحد لتر. فتقدروا ان انتوا تحطوا الكوباية مثلا 200 ملي تخلوها مظبوطة مثلا على 150 علشان الاطفال تبقى ما تبوظلكوش الدنيا، فاهميني؟ وطبعا بيتحط فيها الخرطوم ده من هنا كده. وده بيتحط في القارورة او في الازازة او في اي حاجة عندكم هتستخدموا منها المية. فحاسة اختراع مفيد جدا لو نجح. تعالوا نجربه. هنا بعد ما غسلت الخرطوم ده كويس طبعا علشان يعني اتاكد منه ان هو نضيف، حطيته في ازازة المية اللي احنا بنستخدمها، وظبطت الساعة بتاعته او قد ايه انا عايزاه. انا عملته هنا تقريبا 200 ملي او 150 مش فاكرة، اللي هو على رقم 2. وبس دوس ستارت وبتنزل المية. بصراحة عجبني جدا، خطير بصراحة. ده عملي جدا جدا خصوصا في رمضان، وخصوصا لو انت عندك اطفال هتبقي حاطاه على الترابيزة ومخبية الازازة كده والدنيا سهلة قوي قوي. وتقدري تتحكمي في كمية المية. بجد بجد اختراع وحاساه مفيد جدا جدا جدا، علشان يعني يبقى المية جنبنا طول الوقت، فاهميني؟ وبعد النجاح الساحق في اول منتج نخش بسرعة على المنتج التاني. المنتج التاني هو القارورة دي او الازازة دي. الازازة دي كده عبارة عن ازازة مية عادية، بس فيها هنا كده مكان نقدر نحط فيه فواكه او خضار او اي حاجة احنا عايزين نحطها في المية تغير طعمها وتخلينا نشرب كميات مية كبيرة. بصراحه حلو قوي 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 لو انت بتعملي ديتوكس او لو انت بتحبيش الميه وبتحبي تحطي فيها اي فليفر. انا بحب جدا اقطع فيها ساعات. ما بحبش اول خيار، في ناس تحط خيار بس انا ما بحبوش قوي. بس بحب احط حاجات مسكره شويه زي البيرز او الفراوله او كده، بحب احطها هنا. فدي اختراع حلو جدا جدا عشان تخليكي تشربي ميه كتير لو انت ما بتشربيش ميه كتير. تعالوا نجربها مع بعض. هنا انا كنت عايزه اجربها وكنت بجربها بايد واحده، يعني حاجه صعبه بصراحه. بس معلش بعذروا الحته دي في التصوير عشان انا ما كنتش عارفه اجربها واصور في نفس الوقت. حطيت تفاح وكيوي، ممكن كمان تحطي على فكره ليمون ونعناع، نسيت اقولها. بس برضو بيطلع طعم الميه حلو جدا، او ليمون بس او نعناع بس. حاجات كتير يعني اوبشنز كتير، الحاجات اللي ممكن تتحط في قلب المية وتغير من الطعم وتخليكي تشربي مية كتير. وممكن كمان برضو الكوباية او الازازة دي حلوة جدا في الجيم. لو انتي بتروحي الجيم او بتلعبي رياضة هتخليكي تشربي مية متغير طعمها، وفي نفس الوقت مفيش اي كالوريز او اي حاجة ممكن تتخنى او تودينا في اي داهية. وهنا برضو كنت بقفلها بايد واحدة، ما تتشلوش يعني. هغير دلوقتي، هقفلها بسرعة وارجع لكم.
بعد كده بنحاول نملى المية في الكوباية نفسها ونوقع شوية بره زي كده، علشان دي حاجة اساسية وخطوة اساسية في الموضوع، ان انتي توقعي شوية مية. معلش متاخدوش على كلامي. فهنا انا كنت عايزة املاها للاخر لان حسيتها كبيرة قوي بصراحة، هي الساعة بتاعتها كبيرة. بنركب السترو دي من جوه وبنقفلها وبتبقى كويسة جدا، كل حاجة فيها كويسة ما عدا حاجة واحدة هي اللي ما عجبتنيش، انه الفواكه دي مش واصلة لحد تحت. يعني الكونتينر بتاع الفواكه اللي جوه ده لو كان لاخر الكوباية او يبقى من تحت يكون احسن، فاهماني؟ لان انتوا كده مضطرين تملوا الكوباية لحد اخرها علشان تغطي الفاكهة كلها. بس هو ده الكومنت الوحيد اللي عليها. غير كده هي طبعا حلوة قوي قوي، وكمان مش بتوقع مية، يعني مش بتنقط او اي حاجة، فعملية وكويسة. بس كده قولي لي ايه رأيكم فيها. انا اديها مثلا 8/10 عشان الموضوع بتاع الفواكه ان هو مش واصل لتحت، بس غير كده هي حلوة قوي. اللي بعده هو الأداة دي عبارة عن حاجة بتعمل لنا فوم. لو انتي بتحبي تستخدميها في الفوم اللي على الحوض او اللي هو بتاع المواعين بتاع الصحون، سائل غسيل الصحون، او مثلا انتي بتحبي تستخدميها في الشاور، او بتحبي تستخدميها للغسول بتاع الوش، ايا كان، بتحطي هنا ميه وشويه صابون وتقفلي كده ونعمل كده، يطلع لنا هنا كريمه الصابون. متخيلين؟ يعني الصابون يتحول لكريم او فوم كبير، تقدري بقى تعملي بيه اللي انت عايزاه. زي ما قلت لك تقدري تستخدميه على الشاور، او كمان تستخدميه في الغسول، او كمان تستخدميه عند السائل بتاع الصحون، زي ما تحبي. شوفي انت بتحبي تحطي الفوم فين وحطيه. يلا جربها. بصي هنا كده انا بملاها ميه، هي بتتملي ميه حلوه يعني، بتاخد شويه حلوين، وبس حطيت 2 كده بامب او 3 4 5 من الصابون، يعني محطتش كتير، اقصد كام بامب كده من الصابون، وهتلاقيها بتطلع رغوة كتيرة جدا. فاللي لفت نظري ان هي فعلا بتوفر. بصوا انا ما جريتش قوي الفيديو هنا علشان تشوفوا الوقت اللي احنا بنعمل فيه الحركة دي، ما بتاخدش وقت كبير وبتطلع فوم كتير قوي، فانا اعتقد دي ممكن توفر. وحلوة كمان في الشاور للاطفال برضو، تشجعهم ان هم يعملوا الشاور بتاعهم وتديهم كده رغوة كريمية تحفة. عجبني جدا جدا. حادثة. اللي بعد كده هو المنتج ده، انا جبته برضو من التوربيني وهو موجود في كل مكان وكل الويب سايتس هتلاقوه. هي الازازه دي، بس انا ما عجبتنيش قوي الماتيريال بتاعتها، بس عجبني اكتر حاجه ان هي دي ازاز، فمش هتبوظ الزيت او اي حاجه. هي بتحط فيها زيت وبتستخدمي كده ان انت ترشي الزيت. لو انت عندك اير فراير هتبقى حلوه جدا، لو انت بتحبي تعملي دايت مثلا وبتحبي تحطي زيت قليل قوي قوي، فهتكون حلوه ان انت ترشي بيها الطاسه بتاعتك او اي حاجه انت بتستخدمي فيها الاكل. وزي ما قلت لكم هي حلوه ان هي ازاز، بس انا ما عجبتنيش الماتيريال بتاعت الازاز قوي، يعني مش كلير، فاهميني؟ مش شفاف قوي الازاز من قريب، بس هي احسن من ان هي تكون بلاستيك. فطبعا الشيء ده اساسي 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 عندي في المطبخ، ودايما بيكون عندي بخاخه زيت بشتريها جاهزه، بس دي هتخليني استخدم من الزيت اللي عندي من غير ما اشتري بخاخه جديده. فبصراحه اختراع تحفه. تعالوا نجربها. طبعا بعد ما غسلتها وسبتها يوم كامل نشفت فيه، حطيت هنا زيت زيتون. تقدري تستخدمي طبعا اي زيت انتي بتحبي ترشيه على الاكل. وجربت البخاخه بتاعتها، هي حلوه كل حاجه، بس البخاخه بحس ان هي بتنقط زيت كده، يعني بتنزل كميه كبيره مش بترش، فاهميني؟ نقط كده بس. بعد كده هو المنتج ده حلو قوي. اول ما شفته ما صدقتش سعره. موجود برضو على نون، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، روحوا شوفوه. ده عبارة عن حاجة كده تاخد فيها كل الحاجات الأساسية في التوابل. بصراحة شكلها تحفة، الماتيريال تحفة، والغريب فيها سعرها. هي كان سعرها 100 وشوية يا جماعة، يعني أنا مش عارفة ازاي، بس هي سعرها 100 وشوية. زي ما انتم شايفين تقدروا تحطوا ملح، فلفل، كمون، اي حاجه تالته انتوا بتستخدموها او رابعه. فيها 4 اماكن، وطبعا هي بتتشال وبتتحط على الصينيه دي. شكلهم تحفه، وكمان بتيجي معاها المعالق دي. بصراحه من احلى الحاجات اللي انا جبتها من مصر وانا جايه. ودي زي ما قلت لكم موجوده على نون، وهحط لكم اللينك بتاعها تحت. والناس اللي في المانيا هنا هجيب لكم لينك تاني لنفس الحاجه بالظبط واحطها لكم تحت.
فما تنسوش تشيكوا على صندوق الوصف لانه بيكون فيه كل المعلومات اللي انا بتكلم عليها في الفيديو. وبس كده، دي كانت الادوات الغريبه. قولوا لي ايه اكتر حاجه جربناها النهارده ولفتت نظركم، واكتبوا لي تحت في الكومنت تحبوا ايه الفيديو الجاي. وباي باي.